السلام عليكم ورحمة الله. نسبة كبيرة من الأمهات بتبذل مجهود إن هي تبقى أهدى وتحاول تدعم نفسها بنفسها عشان تكمل في المهام بتاعتها بروح أخف ويبقى عندها طاقة أكبر. بس للأسف المجهود اللي بتبذله ده مش بيوصلها للنتيجة اللي هي عايزاها. وده ليه؟ لأن مفهومها عن التعاطف مع ذاتها أو الدعم بتاخد الحاجات الظاهرية اللي هي مثلا إن أنا أقدر أشرب مج نسكافيه برواقة، إن أنا أقدر أعمل تأمل، استرخاء، أقرأ كتاب، أخرج. بس الحقيقة انك انت ممكن تبقي بتعملي كده او بتلاقي بعض الوقت انك تعملي كده، بس بعد الوقت ما يخلص بتلاقي نفسك لسه مش حاسة بالراحة، لسه مش حاسة ان انت مستقرة او متزنة او هادية. وده ليه؟ لان الدوشة هنا مش بره، الدوشة جوه دماغك، جوه دماغك في فوضى افكار، في دماغك مشغولة بحاجات كتير، دماغك فيها فوضى كتير محتاجة تترتب. عشان كده احنا في التحدي بتاع ماري مام هنوصل ان احنا نبقى اهدى بشكل فعلي، بشكل حقيقي، مش بشكل سطحي او ظاهري. حلو ان انا الاقي وقت لنفسي، اشرب الشاي برواقه، اشرب النسكافيه، اعمل تامل، استرخاء، بس دي حاجات ظاهريه، دي طقوس ظاهريه. لكن ان انت ترتبي دوشه دماغك، ان انت تعرفي تتعاملي مع الاصوات السلبيه لما تصادفك مشاعر مش مريحه، تتعاملي معاها ازاي، كل ده واكتر هناخده مع بعض في تحدي ماري مام لمدة 14 يوم. وده اللي بقدمه هدية لكل أم من متابعيني بمناسبة عيد ميلادي. لو انت حابة فعلا توصلي للاتزان والهدوء وانك تبقي مرتاحة نفسيا أكتر، ابعتيلي رسالة ماري مام وهبعتلك لينك الانضمام. والسلام عليكم ورحمة الله.